في لحظة هدوء، قبل ما أي باب مقبرة يتفتح، وقبل ما نور يدخل حجرة اتقفلت من آلاف السنين، كان المصري القديم مؤمن إن الموت مش نهاية، وإن الجسد لو ما اتحماش الرحلة كلها ممكن تضيع. علشان كده المقبرة ما كانتش مكان رعب، كانت بيت أبدي، واللي يدخل البيت ده من غير حق ما بيغضبش الميت بس، ده بيكسر نظام الكون نفسه. المصري القديم ما كانش بيؤمن باللعنة بمعناها الدموي، هو كان بيؤمن بمعاد، بالنظام والعدل والتوازن. أي اعتداء على مقبرة كان خلل كوني مش جريمة عادية، وعلشان كده كتب على جدران المقابر نصوص تحذيرية أقرب للقانون منها للسحر، تقول إن من يعتدي على هذا المكان سيحاسب أمام محكمة الإله العظيم. مفيش تهديد مباشر، مفيش فعب، لكن يقين كامل إن الحساب قادم حتى لو اتأخر. تمر السنين وتندفن المقابر ويتنسي الكلام لحد ما يوصل العالم لسنة 1922، لحظة فتح مقبرة توت عنخ آمون. اللحظة دي ما فتحتش مقبرة بس، فتحت خيال البشرية كله. وفاة اللورد كارنارفان بعد الاكتشاف كانت الشرارة. الصحافة الغربية التقطت الحدث وخلقت مصطلح لعنة الفراعنة، مع إن مفيش ولا نص واحد جوه المقبرة بيتكلم عن لعنة أو انتقام. هوارد كارتر نفسه، الرجل اللي فتح المقبرة بإيده، عاش أكتر من 15 سنة بعدها، وده وحده كفيل يهدم فكرة اللعنة السحرية. العلم دخل على الخط وبدأ يشرح: مقابر مغلقة آلاف السنين، هواء محبوس، فطريات وبكتيريا زي الأسبرجيلس، وغازات ممكن تضر أي حد يدخل فجأة. وده مثبت في أبحاث علمية منشورة في مجلات متخصصة في علم الآثار والطب. يعني اللي حصل كان تفسيره علمي مش غيبي. لكن الغريب إن المصري القديم نفسه كان فاهم فكرة الحساب، بس بشكل أعمق. هو ما قالش إن العقاب فوري، لكنه آمن إن العدالة شغالة طول الوقت، وإن الحساب الحقيقي قدام أوزيريس، والقلب على الميزان، وريشة ماعد شهدة. علشان كده لعنة الفراعنة في أصلها مش لعنة، دي رسالة احترام، احترام للموت، للجسد، وللخلود. هي محاولة لحماية الإنسان بعد موته بالقانون الكوني، مش بالسحر الأسود. والأسطورة اللي وصلتنا ما هي إلا تشويح حديث لحضارة كانت بتفكر وتحاسب وتوازن قبل ما تخوف. ولو في لعنة فعلاً، فهي على اللي اختصر حضارة كاملة في حكاية رعب، ونسي إن المصري القديم كان بيكتب تحذيره بهدوء ويسيبه للزمن، لأنه كان واثق إن الميزان عمره ما بيغلط. وفي الختام نتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. بنفكركم إن الفيديو ده من إعداد فريق رحالة مصر.